الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تذكرون يا إخواني أخذنا أن القرآن أنزل مفرقا، وأخذنا تفاصيل ذلك، وأخذنا أنه أنزل جملة واحدة، وأخذنا تفاصيل ذلك، ووصلنا عند مسألة ما الحكمة من إنزال القرآن مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أول حكمة وهي تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك ليثبت به فؤادك. الحكمة الثانية من إنزال القرآن مفرقا قالوا تيسير حفظه وفهمه والعمل به. لما ينزل 5 آيات ثم 5 آيات ثم 5 آيات أسهل من أن لو ينزل 6200 آية، صح ولا لا؟ أسهل في الحفظ وأسهل في الفهم، خاصة أن الله سبحانه وتعالى قصد التيسير سبحانه وتعالى وأراد تيسير القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فمن صور تيسيره إنزاله مفرقا، وكل شيء أنت صعب عليك جزئه يكون أسهل عليك، فهذه حكمة واضحة يعني. طيب، الحكمة الثالثة قال مسايرة الأحداث وعلاج الوقائع المتجددة. وهذا مهم، أن القرآن من الحكمة في إنزاله مفرقا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعالج القضايا المطروحة. هناك حرب، من هو المحق، من هو المبطل، ما هو الصح، ما هو. الله عز وجل ينزل آيات في غزوة بدر، في غزوة أحد، في غزوة الخندق، في الأحزاب. فهنا إنزال القرآن مفرقا لمعالجة قضايا الواقع، ما يسمى الآن الحديث عن الواقع. هذا مهم. أنت لما تتكلم عن شيء لا يحتاج إليه الناس أبدا ولا يستعملونه ولا كذا، لو أقول لك الآن مثلا في تعلم اللغات، بعد أهم لغة وهي لغة القرآن، اللغة العربية، لو قلت لك ماذا ستدرس بعدها لو أردت أن تدرس أي لغة؟ اللغة الإنجليزية. لو قلت لا، لماذا لا تتعلم لغة القطب الشمالي؟ أصلا ما أدري عندهم لغة ولا لا، يعني هكذا خرجت معي، لا أريد أن أدرسها. لماذا؟ ما أحتاجها في حياتي. لماذا؟ طيب الناس حريصون على دراسة اللغة الإنجليزية لأنهم يستعملونها في حياتهم ويحتاجون إليها. طبعا ليس كل الناس، هناك مبالغة وهناك تهويل أن من لا يعرف إنجليزي كأن لا يعرف العقيدة. لا، يعني صحيح هي من عرف لسان قوم أمن من شرهم، وهي مهمة لكثير من الناس وتستعملها، لكن من غير يعني انسلاخ عن لا تدرس اللغة العربية وتدرس إنجليزي، الله المستعان. طيب، القرآن نزل مفرقا للحديث، لمعالجة الواقع، لتصحيح العقائد، لتصحيح الأخلاق، للإجابة على الأسئلة. فهذا من حكم إنزال القرآن مفرقا، وهذا له صور متعددة. منها أسهل ما يكون أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء لا يعرف الإجابة، فينزل القرآن إجابة على هذا السؤال. وهذه الأسئلة ممكن أسئلة عن الماضي، ممكن أسئلة عن المستقبل، يسألونك عن الساعة، ويسألونك عن ذي القرنين عن الماضي، أو يسألونك عن أمور واقعة، يسألونك عن الأهلة. فيأتي القرآن يجاوب على أسئلة الناس. لهذا في كل زمان الناس يحتاجون إلى من يتصدى لفتاواهم ولما يحتاجونه من معرفة أمور دينهم. طيب، صورة ثانية أن الله سبحانه وتعالى ممكن أنزل القرآن مفرقا حتى يعلق على بعض الحوادث التي تقع، مثل أبرز الحوادث التي وقعت في السيرة ونزل القرآن بشأنها حادثة الإفك، لما اتهمت عائشة رضي الله عنها بما اتهمت به، أتى القرآن يبرئها ويشهد بعفتها رضي الله عنها وأرضاها. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، إلى آخر 10 آيات التي نزلت. مثلا المجادلة أو المجادلة التي صارت مع النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله. هنا علق الله عز وجل على حادثة وقعت، وهذا له صور متعددة. ممكن الله سبحانه وتعالى ابتداء يصحح بعض أخطاء الصحابة،
قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. فهنا قال ثابت بن قيس: أنا الذي كنت أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا من أهل النار، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فهو شعر بالخطأ الذي كان يفعله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو من أهل الجنة. كذلك من صور الحديث عن الواقع أن القرآن يأتي ويفضح المنافقين. القصة التي تعرفونها، كان بعض المنافقين في رجوع إحدى الغزوات المريسيع أو غيرها، قال أحد المنافقين: إذا رجعنا المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال، أظن زيد بن أرقم، لا طبعا كان يتكلم واحد من الصحابة، من هو؟ أظن زيد بن أرقم. قال: ليخرجن الأعز منها الأذل، هذا المنافق. فقال زيد بن أرقم أو أحد الصحابة: أنت الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز. فذهب زيد بن أرقم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قال عبد الله بن أبي المنافق. فأتى عبد الله بن أبي قال: أعوذ بالله، ما قلت هذا الكلام، كذب. ما الدليل؟ يعني طبعا ما قال ما الدليل، يعني بس يعني هو يدعي، ما الدليل على ذلك؟ أين البينة؟ البينة على المدعي. فضاق ذرعا هذا الصحابي الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل الآيات التي تشهد بصدق الصحابي رضي الله عنه وبكذب هذا المنافق. يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله، في سورة المنافقون لا تعرفون. فهذه من صور إنزال القرآن لمعالجة الواقع، فضح المنافقين. مثلا سورة التوبة تسمى سورة إيش؟ الفاضحة. لماذا؟ فضحت المنافقين. يعني مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يذهب إلى تبوك عند الروم، غزوة قتال، فالمنافق ما له خلق، يعني كسول، بيقعد عند زوجته، بيوسع الصدر، بيقعد بالمزرعة، يقعد يحرث. منافق يعني همومه دنيوية، نساء ومال. هذا المنافق أكبر همه مال ونساء. فالرسول عليه السلام الآن يريد يغزو تبوك بمكة أو بمدينة، تروح إلى تبوك وحر، وهذا منافق يدعي إيش؟ الإسلام، ويدعي أنه صحابي، فماذا يفعل؟ يريد أن يعتذر، ما له خلق يروح مع الرسول عليه الصلاة والسلام يقاتل. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحد المنافقين فقال: يا رسول الله، لا أحد معنى كلامه أحرص مني على الجهاد، ما شاء الله، لكني أخشى على نفسي الفتنة لأني لا أصبر على نساء الروم. أخشى على ديني يا أخي، أنا خايف، لأن نساء الروم جميلات، فأنا أخاف أذهب إلى الجهاد وأنفتن بالنساء، فحفاظا على ديني وخشية الفتنة اعذرني أن أذهب إلى الجهاد. فالرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل؟ واحد يقول له أنا أخشى على ديني، فأذن له. فنزل القرآن يكذب هذا المنافق ويبين أنه كاذب ويفضح سريرته. الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بالظاهر ما يعرف السرائر، لا يعرف ما ذات الصدور إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في القرآن في سورة التوبة الفاضحة: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ائذن لي ما أستطيع أذهب إلى الجهاد، ولا تفتني بالنساء، ائذن لي ولا تفتني. قال الله عز وجل: ألا في الفتنة سقطوا. كذب، فالله عز وجل يفضحهم. وكذلك يعني هذه من الحكم. الآن ما عندنا، يعني أنتم تستمتعون بهذا في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، تجد القرآن مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى هناك بعض أنواع التآليف في السيرة النبوية، السيرة النبوية من خلال القرآن الكريم، الآيات التي علقت على الأحداث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الوقائع وعلى الواقع. وأيضا من صور إنزال القرآن مفرقا للحديث عن الواقع إبطال شبهات أهل الكتاب والرد على أقوالهم، كما قال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ودت طائفة من أهل الكتاب. المهم أن الرد على أهل الكتاب
أو الرد على المشركين في دعواهم الباطلة. فهذا كله من الحكم من إنزال القرآن مفرقا. فإذا الحديث عن الواقع. الحكمة الرابعة التدرج في التشريع. من حكم إنزال القرآن مفرقا على 23 سنة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتدرج القرآن في تشريع الأحكام. والتدرج سنة شرعية وعقلية. لو تأخذ من رام العلم جملة فقد العلم جملة. من يريد بلمحة عين أن يكون عالما لن يطلب علم ولن يكون شيئا. من يريد أن يصعد السلم من فوق سيسقط، لن يستطيع. لكن لابد من التدرج. فمن صور التدرج، وهذا التدرج من الحكم إنزال القرآن مفرقا. والتدرج حدث في أحكام متعددة. مثلا صفحة 130 في تحريم الخمر. قبل تحريمه كان بعض المسلمين يشرب الخمر، والخمر فيه إدمان، فمن العسر أن يأتي الأمر جملة واحدة اتركوا الخمر. فأتى متدرجا على كم مرحلة؟ 4 مراحل. في العهد المكي أتى التلميح، الإشارة الخفية على ذم الخمر، ولم يأتي تصريحا. في قوله تعالى المرحلة الأولى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هذه يقول أهل العلم فيها إشارة لذم الخمر. وين الإشارة؟ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. برفع اليد. سكرا وين إشارة؟ طيب هم كان عندهم السكر هذا شيء طيب حتى ضبط الرأس. يقول أهل العلم هذه الآية فيها إشارة خفية لذم الخمر. انظر كلكم الآن ما في أحد عرف الإجابة. أين؟ قال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فجعل السكر غير الرزق الحسن. فمفهوم المخالفة أن السكر غير الرزق الحسن، رزق غير حسن، رزق سيء. واضح؟ فهذه إشارة خفية تلميح وليست بتصريح. طيب المرحلة الثانية، هذه الآن مرحلة فهمها ربما البعض. المرحلة الثانية قال الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هنا فيه تصريح في ذم الخمر، لكن أثبت أن هناك منافع للخمر، لكن المفاسد أعلى من المنافع. فهذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة تحريم جزئي للخمر في وقت معين. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فوقت الصلاة لا يجوز أن تقربوا الصلاة وأنت لا تقرب الخمر، ولا تصلي وأنت سكران. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فهنا تضييق لأوقات شرب الخمر، لأن إذا شربت الظهر العصر المغرب العشاء وراء بعض، فما في وقت إلا بعد العشاء أو بعد الفجر، فهنا في تضييق. هذه المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة التحريم النهائي. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهنا هذه آخر مرحلة في تحريم الخمر تحريما نهائيا. فقال الصحابة رضي الله عنهم بعد هذا التدرج انتهينا، وسكبوا جرار الخمر في أزقة المدينة. فانظر هذا من الحكم من إنزال القرآن مفرقا حتى يتدرج به. كذلك في الجهاد وهو بذل النفس في سبيل الله، هذا والقتال في سبيل الله عظيم، فلم يأتي مرة واحدة بل تدرج فيه على مراحل. المرحلة الأولى النهي عن الجهاد، لا يجوز القتال في مكة. قال الله عز وجل واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا فاصفح عنهم وقل سلام فاعف عنهم واصفح. هذا كله في مكة، فئة مستضعفة في مجتمع كافر وقوي. هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية لما ذهبوا إلى المدينة هناك إذن للجهاد، إذن للدفاع عن النفس مباح. قبل كان منهي عنه.
بعد 13 سنة في المدينة، في أول سنة أو سنتين، قال الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. يجوز أن تدافع عن نفسك وأن تقاتل من يقاتلك دفاعا عن النفس. الآن إذن. المرحلة الثالثة أمر، لكن بإيش؟ بالدفاع عن النفس. ليس فقط الإذن، نعم يجوز لك أن تدافع عن نفسك، لا، أمر أن تدافع عن نفسك. الآن قوي المسلمون، وهناك مجتمع، وهناك دولة في المدينة، وهناك قائد، وهناك جيش. قال الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذه المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة: جهاد الكفار والمنافقين المحاربين المانعين للناس من دخول الإسلام. ليس فقط جهاد الدفع تدافع عن نفسك، بل أنت اذهب وجاهد الظلمة الذين يمنعون الناس من الحق والذين يظلمون الناس، أنت تذهب إليهم. عكس الأول جهاد الدفع، يسمى جهاد الطلب لنشر التوحيد والعدل بين الناس. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. هذه 4 مراحل ذكرها ابن القيم في زاد المعاد. هذه المراحل موجودة في كل مجتمع، في كل وقت، في كل زمن. ممكن إما المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة. من الذي يحدد هذا؟ أهل الاختصاص، أهل العلم، من يحدد ذلك، وليس أنا ولا أنت. وكل بلد يختلف، وكل زمن يختلف، وكل ظروف تختلف، تحتاج إلى فتوى، تحتاج إلى أهل البلد الذين هم أعلم بما يقع عندهم، ما قوتهم، أين دولتهم، ما المصالح المترتبة، ما المفاسد المترتبة، ماذا سنحقق من النتائج. هذا ما يحتاج لا فلسفتك الله يجزاك خير ولا فلسفتي، ولا أن أنا نظر ولا أنت تنظر، لا، هذا يحتاج لأهل العلم، العلماء الكبار مع أهل البلد، هم يعرفون. طيب، هذه إذن الحكمة الرابعة، وهي التدرج في التشريع، وأخذنا مثال على الخمر ومثال على الجهاد. الحكمة الخامسة لإنزال القرآن مفرقا: استمرار التحدي والإعجاز. استمرار التحدي والإعجاز. لماذا؟ لأن لو نزل القرآن كله جملة واحدة، لو نزل القرآن كله جملة واحدة 6200 آية من الفاتحة إلى النص، ثم وقع التحدي، سيقع التحدي مرة واحدة على هذا القرآن. لكن لو أنزل مفرقا على 23 سنة، في كل سورة يتحداهم الله سبحانه وتعالى أن يأتوا بمثلها لمدة كم؟ 23 سنة. فهذا فيه تبكيت للكفار. الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يتحدى الكفار لمدة 23 سنة أن يأتوا بسورة مثله، لا يستطيعون. أن يأتوا ب10 سور من مثله، لا يستطيعون. أن يأتوا بالقرآن مثله، لا يستطيعون. فهذا فيه استمرار للتحدي. فهذه هي الحكمة الخامسة. فإذا 5 حكم لإنزال القرآن مفرقا نلخصها: الأولى تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية برفع اليد. توي هاي ولا ممكن تحدث؟ يلا قولوا. ما هي الحكم اللي أخذناها تو؟ أخذنا 4 حكم. قال توني قايلها تردها. قلنا أول حكمة تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. الحكمة الثانية دوام التحدي. ما قلنا من التحدي، من الحكم الصبر، من إنزال القرآن هذا ايش تاني مشان تيسير الفهم وعمل به. كيف؟ تيسير العمل به، التدرج في التشريع. بعد مو متغدين اليوم؟ طيب افتح الكتاب وشوف ما الحكم. الحديث عن الواقع وإصلاح الواقع. طيب، هذا هو. أنت حتى ألخص الكلام هنا، الكلام في الكتاب يعني ربما متشعب وفيه تفاصيل كثيرة وأقسام كثيرة، لكن هو سهل. طيب، المبحث الذي بعد ذلك، تذكرون علوم القرآن شيخ بندر؟ قلنا علوم القرآن هي مباحث تتعلق بالقرآن. تذكرون تعريف علوم القرآن؟ مباحث تتعلق بالقرآن، مثل النزول، مثل المكي المدني، مثل أسباب النزول، مثل الناسخ والمنسوخ إلى آخره. لكن هي مباحث تتعلق بالقرآن، هذه المادة علوم القرآن. من هذه المباحث المكي والمدني. المكي والمدني
ما هو القرآن الذي يسمى مكيا وما هو القرآن الذي يسمى مدنيا، وما خصائص المكي وما خصائص المدني، وكم عدد الآيات المكية وكم عدد الآيات المدنية، وما هي المعاني في القرآن المكي وما هي المعاني في القرآن المدني. هذا هو المبحث، وما هو التعريف وما هي الضوابط وما هي الخصائص إلى آخره. سنأخذها إن شاء الله مسألة مسألة في هذا المبحث. قال في أول مسألة، شوف صفحة 138، قال مظاهر اهتمام وعناية العلماء بمعرفة المكي والمدني. العلماء اهتموا بمبحث المكي والمدني من القرآن، ما هو القرآن المكي وما هو القرآن المدني. كيف اهتموا به؟ كل المصنفات الجامعة أو أغلب الكل المصنفات الجامعة لعلوم القرآن، كتب علوم القرآن، لابد أن تذكر مبحث المكي والمدني. الأمر الثاني، هذا المبحث المكي والمدني أفرد بالتأليف. مثلا عندنا كتاب عنوان كامل، تخيل كتاب نفس هذا كامل اسمه المكي والمدني، لعالم اسمه مكي كذلك، مكي ابن أبي طالب القيسي. أيضا من صور اعتناء العلماء بالمكي والمدني تعرض المفسرين في بداية كل سورة أن يبينوا أن هذه السورة هل هي مكية أو مدنية. طيب، ما هو تعريف المكي والمدني؟ إيش يعني مكي مدني؟ هل يعني نزل في مكة ولا نزل في المدينة ولا لا؟ هذا المسألة الثانية. قال اختلف اتجاهات أهل العلم في تعريف المكي والمدني على ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول باعتبار الزمان، قالوا ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مكي، وما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مدني. ولاحظ، انتبه، أن ما نزل قبل الهجرة مكي ولو لم ينزل في مكة. لو نزل في الطائف، تذكرون في مكة الرسول راح الطائف، لو نزل آيات في الطائف لا تسمى قرآن الطائفي، مكي لأنه قبل الهجرة. وما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مدني ولو نزل بغير المدينة، نزل في تبوك، نزل في مكة مثلا في حجة الوداع، اليوم أكملت لكم دينكم، هذه في مكة نزلت، لكن مدني. لماذا؟ لأنها نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول هو القول الذي عليه أكثر العلماء، وهو القول الذي المشهور وهو الراجح والأقرب من الأقوال التي ستأتينا، لأنه قول، هذا القول لا يخرج عنه شيء من القرآن، حاصر ضابط وسالم من الاعتراضات، بخلاف الأقوال التي ستأتينا. القول الثاني أو الاتجاه الثاني أهل العلم قالوا المكي من اسمه ما نزل في مكة وما حول مكة، والمدني ما نزل في المدينة وما حول المدينة. هذا هو القول الثاني، لكن هذا القول مرجوح، انتقد. ما الذي انتقد عليه؟ قالوا أول شيء أنه غير ضابط، لا يحصر المسألة. كيف؟ قالوا هناك آيات نزلت في غير مكة وفي غير المدينة، ماذا نفعل بها؟ لما نقول المكي ما نزل في مكة وما حولها، والمدني ما نزل في المدينة وما حولها، طيب ما نزل في غير هذين المكانين ماذا نفعل بهم؟ فإذن غير ضابط. الأمر الثاني، يعني ذكروا أمثلة على ذلك، يعني ما نزل في تبوك في قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، على من قال ما نزل في مكة مكي، ما نزل في المدينة مدني. طيب هذه الآية ماذا يفعلون بها؟ لا يوجد جواب نعرفه. طيب كذلك ما نزل في غزوة بني المصطلق سورة المنافقون، كذلك ما نزل في الطائف ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. كل هذه اعتراضات على هذا القول. طيب عندنا قول ثالث، قالوا لا، المكي هو ما خوطب به أهل مكة ونودي به يا أيها الناس، المدني ما خوطب به أهل المدينة وكان النداء فيه بيا أيها الذين آمنوا. أيضا هذا القول مرجوح وانتقد. لماذا؟ لأن هناك انتقادات كثيرة. واحد، أن هناك آيات كثيرة ليس فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا، ماذا نفعل فيها؟ هل هي مكي أم مدني؟ هذا انتقاد. الانتقاد الثاني، أن هذا
الاتجاه غير مانع لوجود سور وآيات مكية فيها يا أيها الذين آمنوا، مثل آخر سورة الحج. وهناك سور وآيات مدنية وصدرت بيا أيها الناس، مثل أول النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، وهي مدنية. فإذن هذا أيضا منتقد هذا التعريف. هم استدلوا بقول ابن مسعود رضي الله عنه، قال ابن مسعود: كل شيء نزل فيه يا أيها الناس فهو بمكة، وكل شيء نزل فيه يا أيها الذين آمنوا فهو بالمدينة. لهذا هم قالوا بهذا القول أن المكي يا أيها الناس، المدني يا أيها الذين آمنوا. وفي الكتاب ردوا على هذا الاستدلال من وجوه. الوجه الأول قالوا أنه مخالف لظاهر القرآن المكي والمدني، لأن بعض الآيات المكية فيها يا أيها الذين آمنوا، وبعض السور المدنية فيها يا أيها الناس. طيب، الأمر الثاني قالوا أن قوله يصح ذكره في خصائص القرآن والمكي، هذا من المعاني. نقول أن الآيات المكية في الغالب تتحدث عن الكفار والمشركين، والمدنية تتكلم عن مجتمع المسلمين، لكن ما ينفع أن نجعله تعريفا. الوجه الثالث قالوا ورد عن ابن مسعود عبارة أدق من هذه العبارة، وهي قوله: قرأنا المفصل حججا ونحن بمكة ليس فيها يا أيها الذين آمنوا. قالوا: وبذلك يستقيم الضابط لو قلنا بناء على قول ابن مسعود كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مكية. فهنا الضابط يكون مركب من أمرين: أول شيء فيها يا أيها الناس، لكن بشرط أن ليس فيها يا أيها الذين آمنوا. ولا داعي لهذا. خلاصة هذا الآن، ما هو المكي والمدني؟ المكي ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مكي ولو نزل في غير مكة. والمدني ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولو نزل بغير المدينة. طيب، المسألة التي بعد ذلك: كيف نعرف المكي والمدني؟ أن عرفنا هذا هو الضابط، كيف نعرف طيب نزل قبل الهجرة أو بعد الهجرة؟ بأحد طريقين. الطريق الأول عن طريق الرواية، مثل غالب الدين يؤخذ عن طريق النص، قرآن، سنة، قول صحابي، إجماع أهل العلم على معنى في القرآن، معنى في السنة. غالب الدين الإسلامي مبني على النصوص. خلها نهاية إن شاء الله، نهاية المحاضرة. طيب، فإذا أول طريق من طرق معرفة المكي والمدني طريق النص والرواية، إما عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين، وهذا الطريق هو الأكثر والأوثق والأصح، لكن لابد أن يكون الرواية صحيحة. طيب، قالوا: ويلاحظ النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ أمور. الأمر الأول قال: لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق مباشر بيان وتحديد للسور المكية والمدنية. الرسول ما قال هذه مكة هذه مكي هذه مدني. لماذا؟ لأن الصحابة يعلمون، هم جالسين مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لما تنزل السورة يعرفون هم قبل الهجرة فإذا مكي، بعد الهجرة مدني. طيب، الأمر الثاني قد يستنبط من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على المكي والمدني. قال: كما ورد في سورتي الفاتحة والرحمن ما يدل على أنهما مكيتان. فمثلا في سورة الفاتحة عن أبي سعيد بن معلى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قال: وهذا الحديث تفسير لقوله تعالى في سورة الحجر: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وهو امتنان من الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف في كون سورة الحجر مكية. فدل ذلك على سورة الفاتحة مكية، لأن في سورة الحجر ولقد آتيناك سبعا من المثاني، فإذا سورة الفاتحة اللي هي سبع المثاني مكية. طيب، وكذلك يعني ممكن هذا يستنبط استنباطا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأوضح منه النقل عن الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم شهدوا التنزيل وعلموا التابعين ما هو المكي والمدني. عن علي رضي الله عنه أنه قال: والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيما أنزلت وأين أنزلت. فيما أنزلت سبب النزول،
وأين أنزلت، مكان النزول المكي والمدني. ثم قال: إن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا سؤولا. هذا قول علي رضي الله عنه. طيب، وكذلك ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم، وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار، أم في سهل أم في جبل. انظر كيف كان علم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يعلمون كل آية نزلت في جبل، في سهل، مكان نزول، أسباب النزول، ونحن غارقون في الجهل. لماذا؟ ما عندنا خلق يا أخي، جو حلو، نروح المخيم. يعني الصحابة رضي الله عنهم الصحابة، ونحن الله يستر علينا. لكن نحن نقرأ ما كتبه أهل العلم وسير الصحابة رضي الله عنهم، لعل شيئا من النفوس تتحرك، لعل شيئا من الاجتهاد يدب إلى قلوبنا الميتة. طيب، وذكروا أمثلة على آثار من الصحابة رضي الله عنهم تبين أنهم كانوا يبينون هذه الآية مكية أو مدنية. مثلا عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: ألمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ هذا طالب عند ابن عباس، قال: اللي يقتل له توبة؟ فقال ابن عباس: لا، ليس له توبة. يقول هذا الطالب سعيد بن جبير: فتلوت عليه هذه الآية التي في القرآن في الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، إلى أن قال: إلا من تاب، فذكر القتل ثم قال: إلا من تاب. فقال ابن عباس يرد على طالبه: هذه آية مكية نسختها آية مدنية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الآن ليس المقصود هل للقاتل توبة أو لا، المقصود أن ابن عباس بين أن هذه مكية وهذه مدنية. عند جماهير أهل العلم أن القاتل له توبة، يتوب إلى الله عز وجل من هذه الجريمة النكراء وهي قتل المؤمن بغير حق. كذلك عن طارق بن شهاب قال: قالت اليهود لعمر: إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم. فقال عمر رضي الله عنه: انظر كيف صار أبو بكر أبا بكر، وكيف صار عمر عمر، بالعلم، بالعمل، بالجد، بالاجتهاد، لم يأخذوها هكذا اعتباطا. قال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت، يوم عرفة، وإنا والله بعرفة، وقال الحديث. عندهم علم راسخ في القرآن الكريم. كذلك من الأمثلة على معرفة الصحابة رضي الله عنهم بالمكي والمدني، عائشة رضي الله عنها قالت: لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت سورة البقرة وآل عمران والنساء إلا وأنا عنده. فإذا بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر مكية لأنها قالت بمكة وأنا جاري ألعب، والبقرة وآل عمران والنساء مدنية. لماذا؟ لأنها قالت وأنا عنده. ومتى تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، بعد الهجرة. أحسن. طيب، ما شروط قبول النقل عن الصحابة رضي الله عنهم في تحديد المكي والمدني؟ أول شيء لابد أن يكون السند صحيحا، فإذا السند كان مكذوبا ضعيفا لا يؤخذ به إلا بضوابط بالنسبة للضعيف. الأمر الثاني غير صحة السند، قال: السلامة من المعارض الصحيح أو الأصح. فمثلا عندنا نقل عن صحابي على سبيل المثال يقول هذه الآية مكية، لكن هناك صحابي آخر قال هذه مدنية، فهنا ماذا نأخذ؟ بأي صحابي؟ لابد من ترجيح، لابد من اجتهاد. طيب، النقل عن التابعين في تحديد المكي والمدني، قالوا وهو كثير جدا، وكذلك لابد له من شروط للقبول. يأتي تابعي لأن لم يشهد التنزيل مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرف المكي والمدني،
فإذا قال أحد التابعين هذه مكية، هل يؤخذ أم لا يؤخذ؟ يؤخذ، لكن بشروط. أول شيء صحة السند عن هذا التابعي. الأمر الثاني أن يكون سالما من المعارض الصحيح أو الأصح. مثلا لو قال تابعي هذه السورة مدنية، وقال صحابي هذه السورة مكية، نأخذ قول الصحابي ولا التابعي؟ الصحابي مثلا يعني. أو مثلا أحد التابعين قال قولا وجمهور التابعين قال قولا بخلافه، يأخذ قول جمهور التابعين. فالمهم صحة السند والسلامة من المعارض الصحيح أو الأصح. الشرط الثالث الذي ذكر في كتب علوم القرآن أن يكون هذا التابعي عالما بالتفسير، عنده عناية بالتفسير، متخصصا بالتفسير، كمجاهد والحسن البصري وقتادة وعكرمة إلى آخره من تلاميذ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. مثل نعطيكم مثال، لما قال أيوب السختياني سأل رجل عكرمة هذا أحد التابعين عن آية في القرآن، واحد سأل عكرمة عن آية في القرآن، فقال نزلت في سفح ذلك الجبل، وأشار إلى سلع، فهو يعرف المكان ويعرف الزمن. وعن قتادة قال نزلت بالمدينة إذا زلزلت الأرض زلزالها. مثال ثالث عن عطاء بن يسار قال نزلت إذا جاء نصر الله والفتح كلها بالمدينة بعد فتح مكة ودخول الناس في الدين ينعي إليه نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم. ذكروا ملاحظة، قالوا النقل والرواية في معرفة المكي والمدني على 3 أنواع. النقل والرواية في جميع السورة، يعني يقول كل هذه السورة نزلت في مكة أو في المدينة كما مر معنا عن عطاء. النوع الثاني النقل والرواية في بعض الآيات، هذه الآية نزلت في مكة، هذه الآية المحددة نزلت في المدينة. الثالث أن يقول نزلت أول السورة في مكة أو المدينة، أو فاتحة السورة أو صدر السورة. قالوا فالأول والثالث جميع السورة أو بداية السورة قال مؤشرا ودليلا معتبرا في تعيين نوع السورة، ممكن بناء عليه تقول هذه السورة مكية أو مدنية. لكن الثاني لو قال هذه الآية مكية قال فلا يعد دليلا كافيا حتى يشفع بالطريق القياسي الاجتهادي لاحتمال أن تكون آيات مكية نزلت في سور مدنية أو العكس. طيب، فإذا قلنا كيف نعرف المكي والمدني؟ أول طريق عن طريق النقل، عن طريق السماع، عن طريق الرواية. الطريق الثاني عن طريق القياس والاجتهاد، عن طريق العقل نعرف مكي ومدني. كيف؟ قال يتحقق على مرحلتين. المرحلة الأولى النظر في المواضع المعلومة بالطريق الأول طريق الرواية، واستنباط الخصائص وسمات الألفاظ والمعاني للمكي والمدني. الثاني قياس المواضع غير المعلومة على المواضع المعلومة بالطريق الأول بجامع هذه الخصائص والسمات، فما وجد فيه خصائص سور مكية مما لم ينقل فيه شيء قالوا إنها مكية، والمدنية كذلك. فإذا طريق الاجتهاد كيف يكون؟ نأخذ الروايات التي هذا فعله العلماء، يعني ماذا فعلوا؟ أخذوا الروايات عن الصحابة وعن التابعين وقالوا هذه مكية هذه مكية هذه مكية، ودرسوها. ما المواضيع؟ ما الألفاظ؟ ما كذا، وضعوا ضوابط عامة وخصائص للقرآن المكي وخصائص وضوابط للقرآن المدني. فإذا وجدوا آيات في هذه الخصائص وهذه الضوابط ولا يوجد رواية قالوا هذا مكي هذا مدني، ففيها اجتهاد وفيها قياس. وهذا ما سيأتينا إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ما هي الضوابط والخصائص لنعرف المكي والمدني. وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، والحمد لله رب العالمين.